مصر وبتسوانا، شفت الماتش؟ كسبنا 4. بقولك ايه، ما تقوليش ان دي فرقة هفق وضعيفة وكان عادي يعني كابتن حسام حسن يكسبها. ده الطبيعي. طب كان الطبيعي برضو ان منتخب مصر تتغلب من منتخب اثيوبيا؟ كان طبيعي. يبقى ما تقولش على اي حاجة بقى طبيعي، لانه كان ساعتها الطبيعي بقى مش طبيعي. حد فاهم حاجة؟ لما المنتخب يلعب ويكسب لازم نقف وراه، ولازم ندعم الكابتن حسام حسن. ما تقعدش بقى تطلع في حاجات وتطلع تقول ده مش قدها، ده هو المنتخب اللي بنلعبه ده نص كم. بص اقولك على حاجة، عارف ايه سر النجاح؟ انك ما استهترتش بالفرقة اللي قدامك. لما تستهتر وتقول ايه يعني، ده انا فرقة كل نجوم، ده انا عندي محمد صلاح، ده انا هكسبهم كده بسهولة، ساعتها بقى ده بيبقى اول طريق الفشل. لكن لما كابتن حسام حسن النهارده ما استهترش بالخصم اللي قدامه، هو ده اللي خلاه يكسب الماتش. لعب باللعيبه الاساسيه والكامله بتاعه المنتخب. كابتن حسام حسن حضر للماتش كويس ونازل عارف هو عايز يعمل ايه بالظبط. هو عايز يكسب، وده كان واضح. داخل عايز يخلص من الاول، وده بقى اترجم في ايه؟ اترجم ان في اول 4 دقايق من الماتش مصر جابت جون. اي نعم، هو الجون على الله حكايته والدفاع بتاعهم عنده مشاكل، بس برضو احنا نزلنا علشان نكسب، مش مستهونين بالخصم وكده كده هنكسب وبنلعب بتعالي. لا، بننزل بنهاجم وهنكسب. يعني هنكسب. كابتن حسام حسن لعب بتوازن تام ما بين خط النص وما بين الهجوم، وده اللي كان بيعمل فرص كتير قدام، وده اترجم بجونين في الشوط الاول، وكمان مش جونين بس، كان ممكن يبقى اكتر من كده بكتير، لان كان في فرص كتير. الشوط التاني بقى بتسوانا نازلة بتقول انا كده كده مش خسرانة حاجة وواخدة 2 اساسا، فيلا بقى ههاجم. بس طبعا الحمد لله من غير اي خطورة على مرمانا. كابتن حسام حسن قفل كويس، بقى بيلعب على الهجمات المرتدة. خلاص عرفنا الطريقة اللي بيلعب بيها كابتن حسام حسن. بينزل ضاغط من اول الماتش، يجيب جونين في الشوط الاول، بس الحمد لله على كده بننزل الشوط التاني نقفل ورا ونلعب على هجمات المرتدة. انا اضمن الماتش الاول، بعد كده هشوف الدنيا يحصل فيها ايه. محدش عارف. نجح بيه، ناجح. تقدر تقول غير كده؟ شايفاك يا اللي هتقولي دي فرقة ضعيفة وكان عادي يعني نكسبها. ده الجون بتاعهم بكرش، مفيش لياقة بدنية ومفيش كورة اساسا. بس احب اقولك ان احنا اتغلبنا قبل كده من فرق ما فيهاش كورة اساسا. فنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ندعم ونصبر ونشوف نتائج. هجوم من اجل الهجوم كده وخلاص مش هيعمل اي حاجة. ما تخليك وراه يا اخي، هيجرى ايه يعني؟ مش جايز يعمل حاجة. برافو يا ابو الكباتن، واحنا وراك وبندعمك. مبروك لمنتخب مصر. وده اخر الكلام. سلام.